ذاته انه راح يعني مصدر الظلم الاساسي وبدانا نشوف يعني الضوء في نهايه النفق، هذا بريحنا نفسيا. الشغله الثانيه هلا لما عم نشوف الناس اللي اذوا عالم من خلال كتابه تقارير، من خلال كانوا يتنمروا على العالم، يتنمروا على العالم، حاليا على الاقل صار في عندنا احساس بالامان انه بعيد من على الاقل، لكن المحاسبات هي طريقه كثير قويه. اكيد انا حزينه، ولكن مجرد انه اعدم بفتره قليله يعني بعد اخذه بتقريبا سنه ونص، هذا شيء ايجابي. يعني هو ما ذاق اصناف العذاب اللي ذاقوها معظم المعتقلين اللي كانوا بالسنوات اللي بعده. انا من حقي اعرف مين القضاة بمحكمة الارهاب وبالمحكمة الميدانية اللي حاكموا ابنائنا، وهدول ما رح نتهاون ولا رح نسامح. كل واحد اخذ قرار باعدام ابنائنا لازم يتحاسب. انا رح احكي باسم اهالي منطقة ركن الدين. نحن منطقة صار فيها مجازر اعتقال، كلياتنا كأمهات موجودة هون كلياتنا كنا ناطرين انه ينفتح باب سجن صيدناها لحتى يرجعوا اولادنا. ما حدا مننا استلم جثة، ما حدا استلم مننا ورقة وفاة، كثير قليل الناس اللي يعطوهم انه تاريخ وفاة. انا اليوم بدي طالب الحكومة بس بالملفات الموجودة بمحاكم الارهاب. على زمان الطاغية الكبير ب 78 محمد وليد فارس، والثاني بال 2013 محمد ماهر فارس، والثالث بال 2014 احمد فارس، وابني الشهيد محمد ماهر البطل محمد ماهر غنمه. كان له مشاركات عديده بالمظاهرات، كان ما يهدى ولا يرد علي، كان عنده بكالوريا. فقال له يا ماما ما بيصير هالشيء، انتبه لشهادتك. قال لي انت عن اي شهاده عم تحكي؟ انا بدي الشهاده الكبيره. بعدين انا الجرح اللي بقلب تيتي ماني نسيانه. انا دورت عليه بالشام، بس انا ما بقدر اني اروح ادور على كل شارع بحمص ولا بكل شارع بحلب، انا هي مهمه الدوله بيدي، هن الله يجزيهم كل خير طالعوا من المعتقل، بس انا بدي اياه يوصل لعندي، اذا ما وصل انا ما بحسه طلع. هي من جهه، من جهه ثانيه انا بدي اقول لك انه نحن موضوع بطاقات الشرف لاهالي الضحايا واهالي المعتقلين المفقودين، يعني هي لازم نتسرع فيها، لازم، لانه هي شغله كثير بسيطه وكثير بديهيه انه نحن نحصل عليها. هي من جهه، من جهه ثانيه نحن كلياتنا اهالي المعتقلين متعلمين وصاحبين وشهادات، فبقى نحن عندنا مشاريع لنعيد هي البلد، لانه افهم مثل ما نحن بدنا بكل ضمير وبكل حب. يعني نحن كنا جزء من هي المأساة يلي وصلت البلد للحريه، فبقى نحن بدنا نكون لنا دور ودور كثير كبير. وانا ما عرفت انه ابني بيشارك بالثوره كان الا بعد ما سقط النظام. اتصل في اسمه مجيد الزهيري، قال لي خالد انا بحب هلا بقدر احكي لك ما عاد تخاف، راح لالمانيا. قال لي نحن كنا نشارك بالمظاهرات وننقذ الجرحى ناخذهم ونسعفهم نحن، انا وعبد الله. وكان عبد الله كثير شهم وكثير يا خالي اخلاقه كثير، يعني بحب رفقاته كثير منيح. يعني انا شو بدي اقول لك، بعد ما سقط النظام حتى ارتحت، يعني حوالي 16 سنه بعد 6:30 الصبح ما نام، خاف نام بعد اذان الصبح، لانه وقت اللي فتحوا الباب وفاتوا لعنا على البيت والله من بعد منه ما بنام، خاف. بس اللي بدي اقوله انه نحن ان شاء الله حنكمل، حنحكي كل الاسماء، كل الحكايات، كل القصص لنوصل ليوم ما للعدالة.